السلام عليكم حبايبي طلبة تالتة إعدادي. النهارده حبايبي هنكمل مع بعضنا الجزء الثاني والأخير في درسنا ثورة مصر، ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن إيه اللي حصل في مصر بعد خروج الحملة الفرنسية، وإزاي قدر محمد علي باشا إنه يوصل لحكم مصر، وإزاي علماء مصر قدروا إن هم يجيبوه للحكم. النهارده درسنا بيبتدي إن محمد علي باشا أول ما يتولى حكم مصر هتقابله كذا مشكلة. عايزك تبقى فاهم حاجة كويسة جدا. محمد علي باشا من اول ما مسك حكم مصر ومن قبل ما يمسكها وهو في دماغه ان يبني دوله كبيره في مصر، دوله زي دول اوروبا الكبيره، وفعلا هو هيعمل دوله كبيره. لكن قبل ما محمد علي يتفرغ لحكم البلاد ويحكم سيطرته ويبتدي فعلا في بناء الدوله، كان قابلته 4 مشاكل كان لازم عليه انه يتخلص منها الاول. تعال نشوف الكلام مكتوب ازاي. حكمه في يده، يعني قبل ما يتفرغ انه يعمل دوله كبيره كان لازم الاول انه يطمن ان الحكم في ايده مستقر. فواجه العديد من المشكلات، واجه العديد من المشكلات التي اعترضت طريقه، وهي دي المشكلات اللي قابلت محمد علي باشا. اولا، محاوله نقله من مصر، محاوله السلطان العثماني هينقله من مصر. المشكله الثانيه حمله فريزر، حمله عسكريه انجليزيه جت مصر بقياده واحد اسمه فريزر. والمشكلتين دول كانوا من جانب بريطانيا، وهنتكلم واحده واحده ونعرف ازاي. المشكله الثالثه وهي الزعامه الشعبيه، ممثله في الراجل اللي اسمه عمر مكرم. عمر مكرم ده كان قائد الثوره القاهره الثانيه امام الفرنسيين. المشكله الرابعه وهي مشكله المماليك. يبقى المشاكل: حاولة نقله، حمله فريزر، الزعامه الشعبيه، والمماليك. تعال نشوف نتكلم عن اول مشكله وهي محاوله نقل محمد علي باشا. شوف يا حبيبي، احكي لك القصه انا قبل ما نتكلم معاها هنا. بريطانيا، انجلترا يعني، مش عايزه محمد علي يحكم مصر، وعايزه واحد تاني اسمه محمد بيك الالفي. ومحمد بيك الالفي ده كان من المماليك. السؤال هنا: ليه انجلترا مش عايزه محمد علي وليه عايزه الالفي؟ لان محمد بيك الالفي هو اللي هينفذ لها مطالبها، وهي عايزه تطمن على مصالحها الاقتصاديه، عايزه تطمن على طريق التجاره بتاعها، فخايفه ان محمد علي مش هينفذ اللي هي عايزاه، فعشان كده عايزه محمد بيك الالفي. لكن انجلترا ما تقدرش تقول لمحمد علي امشي يا محمد يا علي ونجيب محمد بيك الالفي مكانك. طب انجلترا تعمل ايه؟ انجلترا في الوقت ده ضغطت على السلطان العثماني، راحت للسلطان العثماني وضغطت عليه سياسيا: يا سلطان شيل محمد علي باشا من الحكم وحط محمد بيك الالفي او اي ولي عثماني اخر. قال يعني هي مش عايزه الالف، يعني اي حد يعني، بس الالف كويس يعني، واخد بالك انت؟ يعني هات لنا اي حد مكان محمد علي بس الالف حلو، يبقى هات لنا الالف مكان. طيب السلطان رد فعله هنا ايه؟ السلطان تعامل بذكاء: مش انتوا مش عايزين محمد علي؟ ماشي، هشيل محمد علي، بس مش هحط محمد بيك الالفي، هبعت ولي عثماني تاني. وفعلا اصدر السلطان العثماني فرمان بنقل محمد علي من مصر يروح لبلد اسمها سالونيك في مقدونيا، وان اللي هيمسك مصر ولي عثماني اخر. المشهد ده بقى ايه اللي تم فيه؟ لو انت فكرت كده، محمد علي المماليك مش عايزينه في مصر، السلطان العثماني بعت فرمان انه يمشي من مصر، وانجلترا مش عايزاه. ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي محمد علي يفضل في الحكم؟ اقول لك انا. محمد علي كان قاعد في البيت بيتغدى، كانت مراته عامله له صينيه رز معمر كده حلو مع حته فرخه، وعمال يتغدى وبطاطس ومش عارف ايه، قعد ياكل لقى مزاجه مش حلو للاكل، فامن على الاكل وراح يقعد في البلكونه والدنيا معاه تمام يعني. فمراته واخده كوبايه شاي كده ورايحه له: مالك يا محمد يا علي، في مالك في ايه؟ قال لها: سيبيني دلوقتي اصل انا مزاجي وحش. قالت لا مش هسيبك. تقول لي يا ست سيبيني انا مزاجي وحش مش عايز. قالت له مش هسيبك لما تحكي لي انت زعلان ليه. قال لها: دلوقتي المماليك مش عايزيني في مصر، والسلطان بعت فرمان عشان يمشيني من مصر، والانجليز كمان عايزيني امشي من مصر. هقعد في مصر ازاي انا دلوقتي وانا مش عايز امشي من مصر؟ قالت له: بس كده؟ صعبه وحلها سهل. يا ست ازاي؟ قالت له: انا هقول لك. اللي جابك حكم مصر
هو اللي قعدك فيها. قال لها مش واخد بالي يعني. قالت له اللي جابك الحكم هو اللي قعدك فيها. مين اللي جابك الحكم؟ قال لها العلماء وزعماء الشعب. قالت له بس روح لعلماء وزعماء الشعب وقول لهم يا جماعه المماليك والانجليز والعثمانيين عايزين يمشوني، هتقعدوني معاكم ولا هتسيبوني امشي؟ قال لها صدقي عندك فكره، فكرتك حلوه. طب ايه رايك بقى خد الهديه الحلوه دي بقى ليكي عشان خاطر فكرتك الحلوه دي. طبعا ما حصلش كده بالنص يعني، لكن هو محمد علي فعلا راح لزعماء الشعب وقال لهم، فزعماء الشعب وقفوا مع محمد علي. وهنا ما قدرش السلطان العثماني ان يمشي محمد علي من مصر. تعال نشوف بقى مكتوبه ازاي. موقف بريطانيا من توليه محمد علي. ايه موقف بريطانيا من توليه محمد علي؟ او لم تقبل بريطانيا توليه محمد علي الحكم. ده سؤال وده سؤال، والاثنين اجابتهم هنتكلم فيها دلوقتي. بريطانيا ما رضيتش بتوليه محمد علي، بريطانيا لم تقبل بتوليه محمد علي، بريطانيا لم ترغب في توليه محمد علي الحكم. ما رايك؟ تعال نشوف بقى مع بعض. كانت تسعى الى توليه محمد بك الالفي. مين محمد الالفي يا فندم؟ احد زعماء المماليك ولايه مصر. السؤال هنا ليه بريطانيا عايزه محمد بك الالفي؟ الاجابه لكي تطمئن على مصالحها الاقتصاديه في المنطقه. عايزه تطمن على مصالحها الاقتصاديه في المنطقه. طب ها ايه اللي حصل بعد كده؟ تعال نشوف. حاولت اقناع السلطان العثماني. انا قلت لك ان انجلترا ما تقدرش تدي لمحمد علي امر وتقول له امشي يا محمد يا علي من مصر، لكن اقنعت السلطان العثماني بعزل محمد علي واسناد ولايه مصر الى محمد بيك الالفي او اي والي عثماني اخر. راحت للسلطان وحاولت تقنعه، عايزين نشيل محمد علي ونحط الالفي او اي واحد تاني، بس الالفي حلو. يبقى تعالى يا باشا، ايه موقف بريطانيا من توليه محمد علي؟ موقفها اهو. لم تقبل بريطانيا بتوليه محمد علي. الدليل كانت تسعى الى توليه محمد بك الالفي احد زعماء المماليك ولايه مصر. اشمعنى او ليه؟ لكي تطمئن على مصالحها الاقتصاديه في المنطقه. طيب ما النتائج؟ اللي حصل ايه اللي حصل بعد كده؟ حاولت اقناع السلطان العثماني بعزل محمد علي واسناد ولايه مصر الى محمد بك الالفي او الى والي عثماني اخر. طيب ايه بقى موقف السلطان من سعي انجلترا؟ يعني السلطان دلوقتي قاعد في القصر، انجلترا بتقول له عايزين نمشي محمد علي ونجيب الالفي. ايه موقف السلطان؟ تعال نشوف كده. موقف السلطان العثماني من سعي بريطانيا لنقل محمد علي. ايه موقفه؟ ما رايك في الكلام ده؟ طبعا علمتك ما رايك يعني اشرح لي ايه موقف السلطان. تعال كده. استجاب لبريطانيا، استجاب فعلا لبريطانيا وارسل اسطول الى مصر يحمل فرمان. الفرمان يتضمن بيقول يعني حاجتين. واحد، نقل محمد علي واليا على سالونيك في مقدونيا، يعني محمد علي يسيب ولايه مصر ويروح ولايه بلد تانية اسمها سالونيك في مقدونيا. اتنين، تسليم السلطه دون معارضه او مقاومه الى والي عثماني جاء مع الاسطول العثماني في يوليو 1806. يعني الفرمان بيقول حاجتين: محمد علي يمشي من مصر ويروح سالونيك في مقدونيا. النقطة الثانية إن محمد علي يسلم السلطة مصر دون معارضة أو مقاومة لوالي عثماني آخر جاء مع الأسطول. الكلام ده في يوليو 1806. عندي هنا ليك سؤال وهسيبك تجاوب عليه. قارن ما بين فرمان يوليو 1805 وفرمان يوليو 1806. هديك نبذة عن الإجابة. الأول تثبيت والثاني نقل. أرجع عن قصتي هنا، خليك معايا. هنا بعد كده ايه اللي حصل؟ دلوقتي السلطان العثماني اصدر فرمان بنقله. موقف الزعامه الشعبيه بقى. ايه موقف الزعامه الشعبيه من نقل محمد علي او فكره نقل محمد علي؟ تعال نشوف كده. فشلت بريطانيا في نقل محمد علي. ليه يا باشا فشلت بريطانيا؟ ده بريطانيا ضغطت على السلطان والسلطان اصدر فرمان وخلاص هيمشي والمماليك كمان عايزينه يمشي، يعني المفروض 8. ازاي فشلت بريطانيا؟ قال لي لان الزعامه الشعبيه وقفت بجانب محمد علي باشا. تمام. طب ايه اللي حصل لما الزعامه الشعبيه وقفت الى جانب محمد علي؟ نتج عن ذلك تراجع السلطان العثماني وتخليه عن فكره نقل محمد علي وفي من ولايه مصر وقام بتثبيته عليه. طيب ليه عندك هنا كام سؤال كده على السريع خليهم في ذهنك. لو سالتك بما تفسر فشلت بريطانيا في نقل محمد علي من مصر، تبقى الاجابه لان الزعامه الشعبيه وقفت الى جانب محمد علي. طب لو قلت لك ما النتائج المترتبة على وقوف الزعامة الشعبية إلى جانب محمد علي؟ فشلت بريطانيا في نقل محمد علي
تراجع السلطان العثماني عن محاولة نقله من مصر وقام بتثبيته عليها. تمام كده حبيبي؟ دي كده أول مشكلة قابلت محمد علي وهي نقله من مصر، وقدر يتخلص منها. نروح للمشكلة الثانية اللي قابلت محمد علي وهي حملة فريزر. ركز معايا كده واديني انتباهك ثواني. دلوقتي انجلترا عايزة تنقل محمد علي من مصر، تمام؟ تمام. وبعتت للسلطان ويا سلطان مشي محمد علي وهات لنا اي واحد تاني ومش عارف ايه. وفي الاخر السلطان ما سمعش كلام انجلترا وثبت محمد علي في مصر. في الوقت ده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انجلترا والسلطان العثماني هيزعلوا من بعض. انجلترا استغلت فرصه الزعل ده اللي بينها وبين السلطان وبعتت حمله عسكريه على مصر عشان تنفذ اللي هي عايزاه، اللي هو تشيل محمد علي وتحط مكانه محمد الألفي وتحتل مصر. الحمله دي كانت بقياده قائد ضابط عسكري كبير اسمه فريزر. تعال نشوف القصه دي مكتوبه ازاي. ثانيا، حمله فريزر او الحمله الانجليزيه مارس 1807 بيقول لي فيها ايه؟ انتهزت بريطانيا فرصه تدهور علاقتها مع السلطان العثماني. بريطانيا استغلت الفرصه في الزعل مع السلطان العثماني وارسلت حمله عسكريه على مصر بقياده فريزر في مارس 1807. طيب وبعدين ليه بعتت الحمله؟ قال لي عشان ثلاث حاجات. من اجل احتلال مصر. 2 خلع محمد علي من الحكم. 3 تثبيت محمد بك الألفي تابعها المملوكي. يبقى تاني ايه السبب اللي عشان انجلترا بعثت الحمله؟ 3 حاجات: احتلال مصر، خلع محمد علي من الحكم، 3 والاخيره تثبيت محمد بك الألفي في حكم مصر. طيب ايه النتائج المترتبه على الحمله دي؟ تعال نشوف النتائج بتاعتها. 3 نقط. نتائجها: اولا هي الحمله فشلت. هزيمه الحمله في رشيد وحماد. هزيمه الحمله الانجليزيه في رشيد وحماد. 2 جلاء الحمله، جلاء يعني رحيل، جلاء الحمله مقابل الافراج عن الاسرى، ادي لك الاسرى وتمشي من مصر. 3 دخول محمد علي الاسكندريه منتصرا. يبقى تاني حبيبي، ما النتائج المترتبه على حمله فريزر؟ 1 هزيمه الحمله الانجليزيه في رشيد وحماد. جلاء الحمله مقابل الافراج عن الاسرى. 3 والاخيره دخول محمد علي الاسكندريه منتصرا. ليه عندك هنا سؤال واحد وركز فيه كويس جدا. انا علمتك ما النتائج، ايه اللي حصل. يعني انا عطشان، ما النتائج المترتبه؟ ايه اللي حصل؟ رحت اشرب. السؤال بقى ليك، ماذا يحدث اذا مش عطشان؟ مش هروح اشرب. طيب حمله فريزر، السؤال هنا تاني ركز معايا، ماذا يحدث اذا نجحت حمله فريزر في تحقيق اهدافها؟ لو كانت نجحت في تحقيق اهدافها ايه اللي هيحصل؟ تقدر تقول لي؟ اقول لك انا. احنا اتفقنا مع بعض ان الحمله فشلت، مظبوط؟ مظبوط. طيب هي الحمله كانت جايه ليه؟ عشان تحتل مصر وتخلع محمد علي من الحكم وتثبت محمد بك الألفي تابعها المملوك. طب هي الحمله نجحت؟ لا ما نجحتش. طب ايه اللي يحصل؟ ماذا يحدث اذا نجحت حمله فريزر في تحقيق اهدافها؟ هتحتل مصر، هتخلع محمد علي من الحكم وتثبت محمد بك الألفي تابعها الايه؟ المملوكي. تمام؟ تمام. نروح للمشكله الثالثه اللي قابلت محمد علي باشا وهي الزعامه الشعبيه. ما تيجي تسأل نفسك ازاي الزعامة الشعبية مشكلة بالنسبة لمحمد علي؟ لما نيجي نفكر مع بعض كده، مين اللي جاب محمد علي حكم مصر؟ هما الزعامة الشعبية. مين اللي واقف مع محمد علي لما السلطان العثماني كان هينقله؟ برضه الزعامة الشعبية. ليه دلوقتي محمد علي باشا شايف ان الزعامة الشعبية مشكلة ليه؟ اقول لك أنا. محمد علي باشا راجل عايز يحكم بلد لوحده، راجل كبير، راجل دولة. مش محمد علي اللي استنى ياخد اوامر من حد تاني. مش استنى بقى عمر مكرم اللي هو من الزعماء الشعبيين او الكلام ده انه ياخد رايه. محمد علي عايز يحكم لوحده، عايز ينفرد بالحكم. محمد علي في الاول قبل ان الزعامه الشعبيه تفرض عليه ان هو ما يعملش حاجه الا بمشورتهم عشان في الاول بس على ما يمسك الحكم، لكن بعد كده هو عايز يتخلص منهم، لانه مش كل ما اخد قرار في حاجه هرجع للعلماء، لا انا عايز اخلص من الموضوع ده. تعال نشوف بقى مكتوبه ازاي. سعى محمد علي باشا للقضاء على الزعامه الشعبيه. القضاء على مين؟ الزعامه الشعبيه. طبيعي. ليه؟ بمتفسر. تعال نشوف كده. اراد محمد علي ان ينفرد بالحكم دون وصايه او رقابه شعبيه. محمد علي عايز ينفرد بالحكم دون وصايه عليه او حد يراقبه او رقابه شعبيه. لذا قرر التخلص من الزعامه الشعبيه
الزعامه الشعبيه دي اللي هي مين يعني يا مستر؟ ممثله في شخص تقريبا هو يعني بيمثل الزعامه الشعبيه. مين الشخص ده؟ الممثله في السيد عمر مكرم. تمام. بعد ان ادرك دورها، فاكر لما قلت لك لما هم كانوا في دار المحكمه حطوا عليه شرط انه ما ياخدش امر الا بشروطهم؟ بعد ان ادرك دورها في تولية حكم مصر والقيود التي فرضتها عليه عند قبوله الولايه. تاني يا باشا قولها معايا بعد اذنك. سعى محمد علي القضاء على الزعامه الشعبيه ليه؟ اراد محمد علي ان ينفرد بالحكم دون وصايه او رقابه شعبيه، لذا قرر التخلص من الزعامه الشعبيه الممثله في مين؟ ممثله في عمر مكرم، بعد ان ادرك دورها في تولية حكم مصر والقيود التي فرضتها عليه عند قبوله الولايه. طيب بدأ يعمل ايه محمد علي؟ تعال نشوف. أخذ محمد علي يترقب الوقت المناسب للتخلص من عمر مكرم، فاستغل بعض الأحداث. زي إيه يا باشا؟ انقسام القيادات الشعبية فيما بينها حول تقدير عمر مكرم ومكانته بين الناس. القيادات الشعبية اللي جنب عمر مكرم بدأت في ناس تغير من عمر مكرم. في ناس تقول لك عمر مكرم إيه يعني؟ عمر مكرم ده راجل عادي يعني، هو زعيم وإحنا كمان زعماء، وهو في الأزهر وإحنا كمان في الأزهر. فبدأت القيادات تنقسم عليه. محمد علي بدأ يلعب على اللعبة دي. تعال نشوف كمان. كان منافسين عمر مكرم يدسون له عند محمد علي، يعني يروحوا كده بالبلدي كده يعملوا ايه؟ يعملوا اسفين، يعني يدوا يسخنوه عليه، يعني واخد بالك؟ كانوا منافسين عمر مكرم يدسون له عند محمد علي. يبقى ايه العوامل اللي استغلها محمد علي للتخلص من عمر مكرم؟ واحد، قول معايا، انقسام القيادات الشعبيه حول فيما بينها حول تقدير عمر مكرم ومكانته بين الناس. كان منافسوه يدسون له عند محمد علي. وفعلا محمد علي استغل الفرصه وتخلص من عمر مكرم. ازاي يا باشا؟ في خطوتين. واحد، خلع السيد عمر مكرم من نقابه الاشراف. اول حاجه شال عمر مكرم من شغله اللي هو نقابه الاشراف. اتنين، قام بابعاد عمر مكرم ونفاه الى دمياط عام 1809. يبقى تاني يا باشا، كيف تخلص منه؟ خلع عمر مكرم من نقابه الاشراف، ثم قام بابعاد عمر مكرم ونفاه الى دمياط عام 1809. السؤال الاخير ليك، لو انا جيت سالتك وقلت لك بما تفسر اراد محمد علي التخلص من الزعامه الشعبيه او التخلص من عمر مكرم، هتبقى الاجابه ايه فين؟ هتقول لي اراد محمد علي لغايه عند قبول الولايه، لانه عايز ينفرد بالحكم دون وصايه ورقابه ولغايه الولايه. طب لو سالتك قلت لك ما رايك؟ نفس الجمله بس هشيل بما تفسر واحط ما رايك. سعى محمد علي للقضاء على الزعامه الشعبيه، ما رايك؟ هنا ما رايك يعني تشرح. يعني ايه يا مستر؟ يعني اقول له كله، الفقره كلها من اول اراد ان محمد علي بينفرد بالحكم لغايه يا باشا ما وصل لغايه دمياط عام 1809. وكده تخلص محمد علي من العقبه الثالثه اللي قابلته في الحكم. تعال نشوف العقبه الرابعه والاخيره امام محمد علي باشا. العقبه الرابعه والاخيره امام محمد علي باشا هم المماليك. بيقول لي عمل محمد علي للتخلص من المماليك. ليه محمد علي بيتخلص من المماليك؟ تعال نشوف. لانه كان يرى انهم مصدر قلق وفوضى. محمد علي كان شايف ان المماليك مصدر قلق وفوضى، عشان كده لازم التخلص منهم. طيب السؤال هنا، ما هي اساليب محمد علي في التخلص من المماليك؟ محمد علي قدر انه يتخلص من المماليك عن طريق 3 خطوات. اول حاجه، قام بحرمانهم من تولي المناصب الرفيعه المناصب العليا في الدوله مثل مشيخه البلد. 2، طاردهم في كل مكان. 3، دبر لهم مذبحه القلعه الشهيره في مارس 1811. مذبحه القلعه لما عزم حوالي 400 او 405 من المماليك في حفله كبيره جدا، وبعد ما انتهت الحفله تم قتلهم جميعا ما عدا واحد قدروا نهرب بالحصان بتاعه كان اسمه امين بيك اغا. يبقى تاني يا باشا، ايه هي اساليب محمد علي للتخلص من المماليك؟ هي قام بحرمانهم من تولي المناصب الرفيعه في الدوله مثل مشيخه البلد، طاردهم في كل مكان، دبر لهم مذبحه القلعه الشهيره في مارس 1811. طيب بعد ما محمد علي دبر مذبحه القلعه وتخلص من اخر عقبه امامه اللي هم المماليك، ايه اللي حصل؟ شوف كده، بهذه الاجراءات تمكن محمد علي من الانفراد تماما بحكم مصر، التي ارادها ببعد نظره وطموحه في مصاف الدول الاوروبيه الحديثه. يعني قدر ان هو بعد مذبحه القلعه ان هو ينفرد بالحكم
عشان يبتدي يتحول مع مصر، يحولها الى دوله كبيره زي الدول الاوروبيه. طب السؤال في الحته دي يجي ازاي يا مستر؟ يقول لك ما النتائج المترتبه على مذبحه القلعه الشهيره في مارس 1811؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعد مذبحه القلعه؟ هتقول له تمكن محمد علي من الانفراد تماما بحكم البلاد والتي ارادها ببعد نظره وطموحه في مصاف الدول الاوروبيه الحديثه. وكده حبايبي نكون خلصنا الدرس ثوره الشعب المصري وتوليه محمد علي. وبامر الله لو في اي حاجه عايز تستفسر فيها او اسئله مش عارف اجابتها، اتفضل سيبها لي في التعليق وانا هرد عليك بنفسي بامر الله. والسلام عليكم ورحمه الله.